خلينا ندخل في الموضوع على طول. انت حرفيا تقدر تبرمج دماغك انه يشتاق للمذاكره بنفس الطريقه اللي بيشتاق بيها للسكرولينج اللانهائي على السوشيال ميديا. بس قبل اي حاجه لازم نفهم ايه اللي بيحصل جوه دماغك دلوقتي. ليه تقدر تقعد على التيك توك 3 ساعات 4 ساعات ومش قادر تركز في كتاب لمدة 10 دقايق 15 دقيقة؟ كلمة واحدة: الدوبامين. الدوبامين هو مادة المتعة في دماغك، ودماغك دايما بيدور عليه زي صاروخ مواجهة بالحرارة. وهنا تبدأ المشكلة. دماغك بياخد جرعات دوبامين عالية جدا من الفيديوهات القصيرة. كل سحب على الشاشة محتوى جديد، نكتة، رقصة، معلومة صادمة، حيوان كيوت، حاجة غريبة. وكل ده بيحصل في ثواني من غير أي مجهود منك. تحفيز مستمر ومكثف. دماغك اتعود على الدوبامين المركز، وفي المقابل المذاكرة واقفة في آخر سلم المتعة. كتب، محاضرات، ملاحظات، كلها محتاجة مجهود قبل ما تحس بأي مكافأة. الحل على مرحلتين، واوعى تستهون بيهم. المرحلة الأولى: إعادة ضبط الدوبامين. تخيل نظام الدوبامين في دماغك زي ميزان مقلوب. دلوقتي المستوى عالي قوي يعني، بس الحاجات القوية بقت تحسسك بالمتعة. لازم نرجع الميزان ده لطبيعته من تاني. ابدأ بدوبامين ديتوكس بسيط. مش لازم تقطع انترنت، بس اعمل عادات يومية ترجع احساسك الطبيعي بالمحفزات. اقعد 15 دقيقة كل يوم في ملل تام، من غير موبايل، من غير اي حاجة، من غير اي مشتتات، من غير اي تحفيز. كمان امشي في الشارع من غير سماعات. كمان اقعد وبص في حيطة لو مفيش حاجة تعملها. في الاول دماغك هيصرخ وهيصوت كمان، بس ده معناه انك ماشي صح يا صاحبي. بعد اسبوع هتحس بتغيير. دماغك هيبدأ يستمتع بالحاجات البسيطة تاني، بس ده لوحده مش كفاية. المرحلة التانية يا صديقي: خلي المذاكرة نفسها تديك دوبامين. ارفع المذاكرة على سلم المتعة. خلي الكتاب خريطة كنز مش أداة تعذيب. كل صفحة فكرة جديدة ممكن تغير نظرتك للعالم. استخدم نظام مكافأة بسيط. قسم المادة لأجزاء صغيرة. كل ما تخلص جزء اعمل علامة صح أو نجمة. الإحساس ده بالإنجاز يساوي دوبامين. جرب نظام البومودورو: 25 دقيقة تركيز و5 دقايق راحة. كده المذاكرة تبقى تحدي صغير مش عبء. خليها لعبة ليك يا صاحبي، واربط اللي بتدرسه بحياتك. اقتصاد اربطه بالأسعار اللي حواليك. أحياء اربطه بجسمك وانت في الجيم. اكتب ملاحظاتك بألوان. اشرح بصوت عالي كأنك بتعلم حد تاني معاك. واهم نقطة: ذاكر بفضول مش كواجب. دخلت على الكتاب بحب ومعرفة هتحس بالتغيير الحقيقي. انت مش بتذاكر علشان اعلى درجات، انت بتذاكر علشان تشبع فضولك. انا شفت ناس اختارت تذاكر بدل ما تفتح تيك توك، مش لانهم خارقين لكن لانهم عادوا برمجة دماغهم. ابدأ صغير النهاردة. جرب 15 دقيقة ديدوكس. بكرة ذاكر بنظام مكافأة بسيط. خلال اسبوعين هتحس بالفرق، وخلال شهر ممكن تشتاق للمذاكرة من تاني يا صاحبي. افتكر دايما دماغك مش تالف، دماغك بس كان مخطوف. استرجاع السيطرة على الدوبامين يساوي استرجاع مستقبلك يا صديقي. ولو شايف الكلام ده مفيد ليك يا صاحبي، اشترك في القناة وانزل اعمل لايك وادينا تشجيعك القوي. وكمان انا نفسي اساعدك تتحول من مشتت لمتفوق. اكتب لي في التعليقات ايه اول تقنية ناوي تبدأ بيها يا صديقي. مع السلامة يا شباب.